معظم الفاوندرز فاكرين البراندنج بيبدا بالديزاين، لوجو، كولرز، فيجوالز، بس مش دي الطريقه اللي تبني بيها براند قوي. انا محمد توسن، براند ستراتيجيست وكو فاوندر في جيمكس تيم، بساعد الفاوندرز والسي اوز ان هم يبنوا البراندات بتاعتهم بشكل احسن. في التشانل دي احنا مش بنتكلم عن الديزايننج بشكل عام، احنا في التشانل دي هنتكلم عن الاستراتيجي والبوزيشننج وازاي فعلا نطلع براند ناجح. وفي فيديو النهارده هنتكلم عن البراند اويرنس، يعني ايه براند اويرنس وليه مهم للبيزنس بتاعك وليه هو الفاونديشن لاي براند ناجح. فلو انت فاوندر، سي او براند بيلدر فعلا، فانت في المكان الصح. طيب خلينا نتكلم في جزئيه مهمه جدا، وان معظم الفاوندرز فاكرين ان البراند اويرنس مجرد تول او اداه من ادوات الماركتنج، انه بس يجيب ريتش ويكون متشاف او فيزبل للناس. وده غلط طبعا، ممكن اكون متشاف بس مش مسموع. المتعارف عليه ان البراند اويرنس مكون من حاجتين، براند ريكوجنيشن وبراند ريكول. بس في حاجه ثالثه ودي مهمه جدا، وهي التوب اوف مايند. فاحنا لما نيجي نتكلم عن البراند اويرنس ما بنتكلمش ان هي تول او ستيب من الستبس بتاعت الاستراتيجي او ستيب من الستبس بتاعت الماركتنج. البراند اويرنس مكمله معاك، لان البراند اويرنس مش معناها انك تبقى متشاف وموجود على طول وخلاص. هو تعريف البراند اويرنس ببساطه ان بكل سهوله تكون في دماغ الكاستمر بتاعك وقت ما يحتاج السولوشنز اللي انت بتقدمها. فخلينا نتكلم الاول على التو دايمنشنز اوف اويرنس. اول حاجه هي براند ريكوجنيشن، وتاني حاجه براند ريكول. البراند ريكوجنيشن، انا عارف البراند ده لما اشوفه، ده تعريفه بمنتهى البساطه. براند اول ما اشوف اللوجو بتاعه والانيتي بتاعته اقول ان البراند ده عارفه. فدي اول مرحله، ان انت عرفت البراند ده. هتيجي لتاني حاجه وهي البراند ريكول، ان انا لو بفكر في كاتيجوري معينه فالبراند ده هو اللي بيجي في دماغي، ان انا ربطت الكاتيجوري دي بالبراند ده، هو ده البراند ريكول. فاي قرار انت بتاخده في شركتك لازم يكون مبني ان انت تطور الاثنين دول، البراند ريكوجنيشن والبراند ريكول. طب هو انا ليه اصلا اخد قرارات واطور من الاويرنس بتاعي؟ فلازم افهم ايه اهميه البراند اويرنس اصلا للبراند. البراند اويرنس بتاثر المسافه جدا ان العميل ياخد القرار انه يشتري من عندك او يتعامل معاك، وهو ده اللي بيعلي البروفيت لاي براند. لان الاويرنس بيعمل حاجه اسمها تراست شورت كات، بيسهل عليك فكره السيلز، بيسهل عليك فكره الاوبجكشنز بتاعت السعر بتاعك، بيزود الثقه، وبيخليك في بوزيشننج احسن في السوق، ان انت براند معروف وشكلك مميز، فالناس اوير بالبراند بتاعك، فالبوزيشننج بتاعك بيبقى احسن. طيب احنا فهمنا الفاندمنتالز بتاعته وفهمنا اهميته، تعال نحلله كده بالراحه. هو البراند اويرنس اللي الناس عارفاه والمتعارف عليه ان هم حاجتين بس هم 5 مستويات. اول حاجه الان اوير، البراند مش معروف خالص. تاني حاجه البراند ريكوجنيشن، ودي اللي اتكلمنا عنها. تالت حاجه البراند ريكول، ودي برضو شرحنا معناها. وبعديها رابع حاجه التوب اوف مايند. التوب اوف مايند بالذات لما اجي اتكلم ان انا عايز اشتري منتج لحاجه فلانيه، فانت ترد عليا تقول لي اشتري من كذا او البراند الفلاني، فده بالنسبه لي توب اوف مايند. اخر حاجه البراند سايلنس، ودي عايزه لها حلقه لوحدها، لان ده اللي فوق التوب اوف مايند. ده وقت الشراء انا خلاص بخش اشتري من على البراند ده حتى لو انا في دماغي براندات تانية. فبالتالي احنا عرفنا ان البراند اويرنس مش مرحله واحده، دول 5 مستويات. فانك تتحرك من unknown براند لتوب اوف مايند، ده بيديك قوه افضل وبوزيشننج احسن ولويالتي اكبر. طب ازاي تبني براند اويرنس؟ وهنا معظم البراندز بتقع في الجزئيه دي، ان هم بيجربوا راندوم تاكتكس. هو في تقريبا من 7 ل 8 تاكتكس البراندات بتستخدمهم علشان يعلوا من الاويرنس بتاعهم. في حاجات بتبقى اونلاين، في حاجات بتبقى اوفلاين، بس طبعا ما اقدرش احطهم كلهم في فيديو واحد لان كل واحده محتاجه شرح لوحده. ولكن معظم البراندات اللي مش فاهمه قوي البراند اويرنس بيجربوا التاكتكس عشوائيه، عايزين بس يوصلوا لارقام كبيره جدا كريتش مثلا وانجيجمنت وخلاص. فالبراند اويرنس بيتكون من حاجتين اساسيتين، الكونسيستنسي وهي الاستمراريه، وتاني حاجه الكلاريتي، الوضوح. تبقى انت عارف مين العميل بتاعك وانت مين وهتكلمه ازاي، وايه البلاتفورم اللي انت هتظهر عليها. في قاعده احنا محتاجين نكسرها عشان نعرف نشتغل صح. الاويرنس مش معناها انك تكون موجود ومرئي فقط، فيزابيليتي انك تكون متشاف بس، لكن الاويرنس معناها ان انت متذكر. الاويرنس مش معناها الفيزابيليتي معناها ان انا ابقى متشاف، لكن الاويرنس معناها ان الناس تفتكرني دايما. فانك تبوست كل يوم من غير استراتيجي واضحه او سبب واضح مش هيبني البراند بتاعك. طب تعالوا نكسر كام قاعده كده بتحصل في السوق. انك تحاول تجري ورا الامبريشنز والفيوز والريتش، انك تغير كل فتره النيرتيف بتاعك، انك تقلد المنافسين بتوعك، انك تعمل سكيب للجزئيه بتاعه الاستراتيجي وبعدين تخش بالفيجوال على طول. معظم الفاوندرز فاكرين ان الديزاين او الفيجوال لوحده بيبيع. هو اخر حاجه ممكن تكون بتتشاف، بس هي مش بتخاطب حد لو مش مبنيه على استراتيجي واضحه. الديزاين هو اداه لتوصيل الفكره اللي مبنيه اصلا من الاستراتيجي. في لوجوهات كتيره متشافه وبراندات كتيره متشافه، بس قليل منها اللي الناس فاكراها. الناس ما بتفتكرش البراندات اللي شكلها حلو بس، الناس بتفتكر البراندات اللي شكلها حلو وليها قصه وبتعرف تخاطب العميل بتاعها. فالبراند اويرنس هو استراتيجيك اسيت، مش اداه من ادوات الماركتنج، هو برضه بزنس اسيت بيتبنى عن طريق الكونسيستنسي والكلاريتي. فلو براندك مش معروف او مش متشاف، فانت عندك مشكله في الاستراتيجي بتاعتك والبراند اويرنس بتاعك.
فاشتغل على البراند اويرنس لان هو الفاونديشن بتاع البراند بتاعك. فلو انت عايز تبني براند فعلا الناس تلاحظه وتشوفه وتفتكره، اعمل سبسكرايب. وشكرا.